ليه الاسكندرانية محسسين ان هم دولة مستقلة لوحدهم؟ عشان هم فعلا دولة مستقلة لوحدهم، وده مثبت تاريخيا. زمان عشان تدخل اسكندرية كان لازم تعدي على حدودها اللي هي عبارة عن سور بيحيط بيها، وكانت متقسمة ل6 أبواب. الباب الأول هو الباب الأخضر، وده بيدخلك جهة الجنوب الغربي اللي بيطل على المينا ومنطقة كوم النضورة اللي فيها سوق الأخشاب. تاني باب شرق، اللي واضح طبعا من اسمه انه بيدخلك من جهة الشرق، وده اتأسس في العصر الطولوني وكان الباب الرسمي لدخول السلطان، واستمر استخدامه في العصر الإسلامي لحد سنة 667 هجريا. ولما حصل الغزو على اسكندرية على ايد السلطان محمد بن طولون اتقفل الباب ورجع اتفتح تاني على ايد محمد علي باشا. نيجي بقى للباب الثالث وهو باب الكرست، وده كان الباب البحري. ايوه، كان بيفتح لنا ناحية البحر، والباب ده كان بيطل على قلعة قايتباي، وكان معروف عند الغرب باسم باب أشمون. وقت الحملة الفرنسية أطلق عليه باب الساحة أو الميدان. رابع باب سدرة، وده من أبواب جهة الجنوب. جم القبرصة ودمروه ووضعوا عليه الصليب، ورجعوا المماليك فتحوه مرة تانية ووضعوا عليه راية الإسلام. والباب ده كان بيطل على عمود السواري، وتحولت أبواب العمود لساحة للباعة الجائلين. أما بقى الباب الخامس هو باب عمر باشا، وقت العصر المملوكي أطلق عليه باب القرف، والباب ده كان من جهة الغرب وما كانش مجرد مدخل، هو كان سوق كبير أطلق عليه سوق النصارى، بيمتد من أول شارع سلامة حجازي لناصية شارع راغب، وكان كله أجانب إيطاليين وأرمن وغيرهم. أما آخر باب وبرضه من أبواب جهة الجنوب وهو باب الحديد، حصل زلزال سنة 1303 واتقفل الباب، ولكن والي اسكندرية الأمير بيبرس الجشكيري أمر بترميم سور اسكندرية فاتفتح تاني الباب الحديد. وفي عهد محمد علي سنة 1887 اتغير اسمه للباب السوري، وفي عهد الخديوي اسماعيل اتغير اسمه تاني لمحرم بيك، وده تكريما لأمير البحرية محرم بيك اللي بعد غرقه تم إنشاء حي محرم بيك اللي موجود لحد دلوقتي. ولكن كل الأبواب وكل الأسوار دي اختفت، وده بسبب العوامل الجوية، ومش باقي منه غير جزء صغير موجود في سور استاد اسكندرية. عرفتوا بقى ليه اسكندرية دولة لوحدها؟